راه سهل. مثلا كلمة تضليل، لأن الله تعالى علمنا نقولوا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو غير الضلال مصيبة، ما إلا وصلنا للتضليل هذه راه كارثة. ولكن حنا كنديروا التضليل. الجهة اللي اتهمتني بالتضليل اش كدير؟ لابد أن نرتبوها حتى هي. نذكركم بأشياء مغرضة، نذكركم بأشياء مؤلمة. قلنا نتجاوزوا ما بغيتيش تتجاوزوا، هاد المرة غنتجاوز عليكم انتوما، غنتجاوز لا غير عليكم بوحدكم. ما نذكركمش، ولكن راه اللائحة في راسي. اللائحة في راسي هاد المرة انتوما راه في راسي وفي راس المغاربة كاملين. طيب، فيما يخص ندوزو هذه القضية ديال الاستقلال اللي ناض السي اللبار تكلم معايا بديك الطريقة، على الأقل في الشكل لا بقرات لا بقى مزيانة في الشكل والمضمون، وتيظهر باللي درت شي خطاب شوش عليكم هاد الأيامات. وراه انا ما تنهضرش على حزب الاستقلال، وخصكم تردوا البال الكلام ديال حزب الاستقلال كنوقروا، وعلاقتي معاه غير 3 زمنين بقى نوقروا. كنهضر على شخص واحد حزب الاستقلال، وهذاك الشخص العام كامل اللي فات هو خدام، ما خلاش شي غريبه من الغريب اللي ما قالها على رئيس الحكومه وسكت. وبلاتي انا ما غنذكرش شي وحدين، الله يسامح يا الله. السيد عيدي مادام انت صاحبي غادي نسكت لك هذه المره. ولكن وهذاك ملي كان هو كيتهم ويتهم، قولوا له تكيس شي شويه، قولوا له تكيس شي شويه ودير الصواب. المغاربه تيقولوا العداوه ثابته والصواب يكون. ما خلاش شي حاجه. واش نذكرك السي الباب شي وحيده فيهم؟ ياك ما قديتيش تسمع الكلام ديال الامين العام ديالك. راه انا ما قلت لكمش كلشي اللي في راسي، قلت لي غير شي شويه، غير نبشتو. اما دابا الا بغى عاوتاني يستمر هذه حاجه اخرى. وشي شويه ديال ديك الساعات الا رجعنا للكلام المعقول ديال الناس المعقولين حنا موجودين. ولكن ما يمكنش تجي لواحد الحكومه وتبدا كتسقط في المشروعيه ديالها والمصداقيه ديالها بالبهتان والباطل والكذب والاشياء الساقطه والكلام الغير المقبول والغير المعقول والغير القانوني. والنهار اللي رئيس الحكومه يرد واحد شويه نوض تقول له لا رجعوا للصواب. حنا قابلين سيدي، وبغيتوا نرجعوا للصواب ورجعوا ليه كامل صافي.